السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بيكم بفيديو جديد. طبعا حضرات النهاردة معايا فيديو مختلف جدا. كل الناس بتطلع تتكلم عن المغرب وعن دور المغرب اللي موجود في الوطن العربي. كلنا عارفين إن المغرب يا جماعة من الدول المهمة في المنطقة العربية. هنشوفه اتكلم عن المغرب وقال ايه، لكن هسيب الحكم ليكم. بس يا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا نسمع الفيديو اللي معانا. يلا بينا. الحقيقة اليوم أريد أن أذكر لكم موقفا صار معي قبل فترة قصيرة في مطار اسطنبول مع فتاة مغربية. هذا الموقف حقيقة جعلني أزداد إيمانا بعظمة قدر الله سبحانه وتعالى، وكيف الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار بشيء عجيب جدا يا إخواني. القصة حدثت، نزلت في مطار اسطنبول أنا وزوجتي، وكان الوقت يعني حين أردنا الخروج من المطار كان الوقت حينها يعني الساعة 12:15. طبعا أنا قرأت أن يوجد مترو يوصل من المطار إلى مناطق في اسطنبول. وأعلم طبعا كما هو معلوم في كل بلاد أن التاكسيات غالية جدا جدا، خاصة التاكسيات في اسطنبول يعني الأسعار فيها مرتفعة جدا جدا بدرجة مبالغ فيها. يعني ممكن تاكسي يوصلك بأكثر من 600 ليرة، بينما المترو ممكن يوصلك ب 12 ليرة أو 10 ليرات، يعني المبلغ أقل بكثير. فأردت الحقيقة أن أذهب أنا وزوجتي عن طريق المترو. لكن قرأت في السبورة في الشاشة أن المترو يغلق الساعة 12 ليلا ويفتح الساعة 6 صباحا، يعني من 6 صباحا إلى 12 ليلا. فنظرت في الساعة وجدتها 12:15. قلت لزوجتي لا أعتقد، مستحيل أننا نحن سنصل إلى المترو، خاصة أن المسافة بين المطار وإلى أن أصل إلى المترو يعني مسافة ممكن 6 دقائق أو 5 دقائق بالرجلين. فقلت لها لا يمكن أن نستطيع الوصول إلى المترو، سيغلق. مع ذلك قلت لها نجرب، لا بأس، يعني نذهب ونحاول، لعل يعني يفتح هذا المترو ونذهب بدلا من أن ندفع مبلغا كبيرا في التاكسي، والتاكسي متعب أكثر أصلا يعني. فبالفعل ذهبنا، وأثناء شوف هذا الموقف الأول، ذهبنا رغم اليقين أن المترو سيغلق، وركبنا في الأسانسير. أريد أن أضغط على -2، ضغطت على -1 بالغلط، نزلني على -1. طبعا لا يوجد أحد أبدا في الطريق أثناء السير إلى المترو، لا يوجد أي أحد، لأن الجميع يعلم أنه أغلق، ما فيش إلا أنا وزوجتي بس ماشيين هكذا وحدنا. فرغم لاحظنا لا يوجد أحد، مع ذلك أصرينا أن نستمر في السير. فذهبنا ووصلنا إلى المصعد الأسانسير. كما قلت لكم أخطأت في الضغط، بدل من -2 ضغطت -1، فوقف الأسانسير إلى -1، وإذ برجل وامرأة غير محجبة، هذه المرأة وتلبس قصير وكذا. فقال لي لو سمحت يا أخي، من أين طريق المترو؟ طبعا لهجته هكذا لاحظتها، يعني جزائرية مغربية هكذا. فقلت له والله نحن ذاهبون الآن إلى المترو، لكن لا أظن أن يكون مفتوحا. فقال لي أرجوك أن توصل معك هذه الفتاة. قلت له وصلها إلى أين؟ قال لي يوصلها معك إلى المترو لأنها تريد المترو. فطبعا أنا يعني على يقين أن المترو لن يكون مفتوحا، لكن أصبت بالحرج يعني، فقلت له لا بأس، تفضل يا أختي، وهو ذهب.
فحكت لنا قصتها أثناء السير. قلت لها أنت من الجزائر؟ قالت لي لا، أنا من المغرب، وأنا جئت مسرعة من البيت. هي ساكنة في اسطنبول وتريد أن تسافر إلى المغرب. قلت لها أنت من أين من المغرب؟ قالت لي من كازابلانكا، من الدار البيضاء، وأريد أن أسافر. قلت لها طيب أنت عارفة رقم رحلتك وكذا؟ قالت لي أنا خرجت مسرعة من البيت لما سمعت أن أمي مريضة وأمي في المستشفى في حالة خطرة، فخرجت بسرعة، لكن تبين لي أن مطاري ليس هذا المطار، يعني ليس مطار اسطنبول، وإنما مطار صبيحة، مطار آخر في اسطنبول. فاضطرت إلى العودة، لكن ليس معها إلا 200 ليرة فقط، وهي منطقتها قالت لي في عثمان بي. طبعا بين عثمان بي والمطار المبلغ سيكلف حوالي 700 ليرة أو 600 ليرة، وهي مش معها إلا 200 ليرة فقط، ولذلك تريد أن تذهب في المترو. فقلت لها طيب سنذهب أنا وأنت وزوجتي للمترو ونرى هل المترو موجود أم لا. فذهبنا، وطبعا بالفعل وجدنا أن المترو مغلق. قلت طيب ماذا سأفعل معي هذه الفتاة؟ يعني لا أعرف ماذا أفعل معها حقيقة، يعني أمانة وضعها في عنق الرجل. فقلت لها سنذهب عن طريق الباصات، نشوف الباصات. سألت، قالوا لي أيضا الباصات مغلقة في هذا الوقت، لا تحاول أن تتعب نفسك، هذه الباصات تغلق أيضا في هذا الوقت. فنظرت إلى زوجتي وقلت لها لا يوجد حل سوى أن نذهب بالتاكسي. فالمرأة قالت طيب أنا ماذا سأفعل؟ قلت لها أنت كم معك؟ فقالت لي 200 ليرة. قلت لها طبعا 200 ليرة هذه يعني يا دوب خطوتين يعني بالتاكسي، مستحيل ال 200 ليرة تكفيك يعني على الوصول إلى عثمان بي. قالت لي طيب ماذا أفعل يا أخي وكذا؟ قلت لها إن شاء الله لا تقلقين، أنت أمانة يعني عندنا بإذن الله، وسنوصلك بإذن الله. فكرت في البداية أني يعني استأجر لها تاكسي تذهب به هي، ونحن نذهب في تاكسي وحدنا، لكن حقيقة شفتها فتاة صغيرة في السن وحدها وكذا، والساعة يعني تجاوزت 12 ليلا. خفت الحقيقة أنه يصيبها مكروه في الطريق وكذا، ما ندري يعني المرأة في بلد غربة وكذا، فخشيت. فقلت لها يا أختي إن شاء الله ستذهبين معنا في التاكسي، تركبين معنا في التاكسي، سأقول للتاكسي أنه يوصلك إلى منطقتك، ثم بعد ذلك يوصلنا نحن. طبعا السعادة ظهرت على وجهها وصارت تقبل رأس زوجتي. يعني طبعا هي شافتنا، يعني أنا شكلي وكذا لحية ويظهر علي يعني أني عندي توجه ديني وكذا أو ملتزم دينيا. نسأل الله يعني أن نكون كذلك، يعني لا أزكي نفسي، لكن ظهر هذا من علامات وجهها. وكذلك نظرت إلى زوجتي ورأتها منتقبة وكذا، وهي كانت تلبس القصير. فقالت اعذروني أنا ألبس طويل لكن خرجت مسرعة وكذا. هي ممكن هذا لبسها فعلا، بس يعني أصيبت بالحرجة أمامنا في موقف محرج، فقالت إني أنا خرجت مسرعة وكذا، فخرجت بملابس البيت. قالت طبعا قالت هذا الكلام يعني لزوجتي، لم تقله لي أنا شخصيا، قالته لزوجتي ثم زوجتي قالته لي. فبالفعل أخذنا التاكسي وذهبنا، وقلت لها طيب تعرفين أحدا هنا؟ يعني أنت أين ستنزلين؟ في عثمان بي عندك أحد؟ قالت لي نعم، عندي صديقتي موجودة في اسطنبول. قلت لها طيب اتصلي بها. قالت ليس عندي رصيد ولا عندي انترنت. قلت لها طيب اعطيني رقمها وانا عندي شفرة تركية. فاتصلت بهذه المرأة، قلت لها معنا فلانة الفلانية، هل نأتي إليه؟ قالت نعم تفضلوا تعالوا إلينا وكذا. فقلت لها أين عنوانك؟ أعطتني العنوان وقلته للتاكسي، وبالفعل التاكسي يعني أخذنا من المطار إلى عنوانها أولا هذه الأخت، وانتظرناها حتى تنزل وتقترب من الموقع وكذا، ثم ذهب بنا التاكسي إلى موقعنا نحن الذي سننزل فيه. فطبعا هي حتى كانت يعني قالت لزوجتي أن عندها الضغط وفقدت الوعي في الطريق، يعني حتى التفت هكذا أريد أن أكلم زوجتي خلفي، فرأيتها يعني رأسها متكئة على
زوجتي. فبعد ذلك أخبرتني زوجتي أن عندها ضغط وكذا، وبعدها استيقظت المرأة وكذا. قلت لها، حكينا بعدين أنا وزوجتي، قلت لها كيف استيقظت بعد فقدانها للوعي وكذا؟ قالت لي سبحان الله أنا كان معي سندويش في الكيس، فلما شعرت بالفقدان الوعي وكذا وقالت أحتاج أن آكل شيئا، فأعطيته هذا السندويش وبالفعل يعني عادت يعني إليها، كأن عادت إليها الروح من جديد والوعي عاد إليها من جديد. قلت طيب الحمد لله انسترنا يعني. فالمهم ختاما وصلنا إلى الختام، ووصلت إلى بيتها والحمد لله، ونحن وصلنا إلى موقعنا. أنا لماذا ذكرت هذه القصة؟ يا إخواني هذا هو القدر. شوفوا قدر الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ما الذي جعلني أذهب في طريقي إلى المترو رغم اليقين، أنا على يقين أن المترو ليس مفتوحا مغلق، لكن الله عز وجل قادني في طريقي إلى المترو حتى ألتقي بهذه الفتاة وأساعدها حتى تصل إلى بيتها. شوفوا الموقف. أول شيء أنا ذهبت إلى المترو على الرغم من يقيني أنه مغلق، وركبت الأسانسير وأخطأت في الرقم، بدل من -2 -1 حتى أرى هذه الفتاة في -1 في دور -1، وبعد ذلك أدفع مبلغا كبيرا من أجل مساعدة هذه المرأة. شوفوا قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك أن يحدث هذا الأمر، والله لا يستطيع أحد أن يمنعك أبدا، لا يستطيع أحد أن يمنعك نهائيا. إذا قدر الله عز وجل ذلك لا يمكن. أنت مثلا والله تريد فتاة للزواج، إذا الله سبحانه وتعالى مقدر لك أن هذه المرأة ستكون لك وأما لأولادك، والله ستكون لا يستطيع أحد أن يمنعك، ولو جاء 1000 خاطب. إن كانت هي لك فهي لك. هذه عظمة القدر. لذلك أنا ما زلت يعني استعيد الخطوات. ذهبت إلى المترو وأنا على يقين أنه مغلق. لماذا أتعب نفسي 6 دقائق مشي وأنا موقن أن المترو مغلق؟ مع ذلك ذهبت إلى طريق المترو. مع ذلك صار خطأ من -1 إلى -2. هذه كلها ليست صدف، هذا كله قدر من الله عز وجل كي ينقذ هذه الفتاة التي لم يكن معها إلا 200 ليرة. كيف سترجع إلى بيتها؟ ما عندها إلا 200 ليرة. المترو مغلق، الباصات أغلقت، ما في وسيلة نقل إلا التاكسي، والتاكسي غالي لا يتكفيها 200 ليرة. لذلك البنت لما ساعدناها هذه الفتاة تحس يعني كأن الروح عادت فيها. مش مصدقة، بارك الله فيكم، شكرا لكم، الله يسهل عليكم، هكذا قالت باللهجة المغربية، الله يسهل عليكم وكذا. يعني صارت تدعو لنا والحمد لله رب العالمين. يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا سببا في قضاء حاجتها. لذلك يا إخواني أحببت أن أذكر هذه القصة كي تعلموا أن قدر الله عز وجل عظيم، وإن أراد الله وقدر شيئا فلا يستطيع أحد على الإطلاق أن يمنعك. شكرا لكم. كده يا حضرات انا وصلت لنهايه الفيديو اللي معايا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون لاعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.